متى يوم القيامة؟ نساء، رجال، كبار، صغار، عراة؟ هذا الكلام ما في لعب. بس صديقي هذا في النار. طيب لحظة، بيبقى حد في بالي صراحة، اللي هو ملك الموت. شنو أحلى شيء في الجنة؟ أنا مشتاق لمحمد صلى الله عليه وسلم، هو اللي دخلني هذا المكان. شوف التفاصيل اللي الله حط لنا إياها في القرآن. تفاصيل، يعني في ناس بيجون وبيحط يده ورا خايب إن الله سبحانه وتعالى راح يغير شكله حتى لا يعرف إن هذا والد إبراهيم. ما أسلموا ولكن كل عملهم خير في الدنيا، هذول في النار. يعني حتى من شفاعاته يشفع لك وانت في الجنة. تخيل انت في الجنة ويشفع لك. أنا في الجنة أوريدي ما أحتاج. والعناق تشرئب، تبي تشوف القائد قدام. والنبي صلى الله عليه وسلم يطرق باب الجنة. خالد دائما نسمع عن الكلام اللي عن الجنة اللي نسمع من المشايخ كله عن الرجال. دين وطين، موضوعنا اليوم خطير، واخترنا أنه يكون عنوان آخر حلقة في موسمنا الأول. يوم القيامة والجنة والنار. سبحان الله، في ناس تسمع عن الجنة فتتأثر فتعمل بعمل الصالحين، وفي ناس تسمع بالنار فتخاف وتعمل بعمل الصالحين. فاليوم أنت راح تسمع عن الجنة وعن النار، وإن شاء الله أنه يأثر فيك واحد منهم. بس تكفى يا أبو خالد، أبيك تكلمنا اليوم عن الجنة أكثر، نبي نتعمق في الجنة أكثر إن شاء الله. لأن أنا من الناس اللي لما أسمع عن الأشياء الحلوة اللي في الجنة، هذا اللي إن شاء الله يخليني أقرب أكثر وأبي أعمل بعمل الصالحين بإذن الله. بس قبل ما نبدأ بحلقتنا، أحب أني أشكركم على تفاعلكم الجميل، أحب أني أشكركم على نشركم للحلقات. الله يكتب أجرنا وأجركم، وأي حد نشر وأثر في حد فبإذن الله أن جار الأجر. الله يعلم أن سمعنا كلام والله العظيم أنه أعمق وأقوى من إعلانات ومن شهرة ومن مشاهدات اللي إحنا قاعدين نسويها الحين. وايد أنا حابة شخصيا، وأنا إن شاء الله أني أحاول قد ما أقدر أني أكمل فيه علشان أغير من نفسي ومن المتابعين اللي أدري أنهم بس يبون يسمعون علشان يقتنعون أكثر. أبو خالد، أنا أبلش بالسؤال المهم، متى يوم القيامة؟ الله أكبر. قيامتك مختصرة لما تموت، وقيامتي لما أموت. مجرد ما أنا أموت قامت قيامتي. كشفنا عنك غطائك، شفت مكاني في الجنة، شفت مكاني في النار، شفت الملائكة، شفت ملك الموت. خلاص أصبحت هذه قيامتي، انتهى الموضوع. بدينا نشوف العالم اللي احنا ما كنا نشوفه فانتقلنا، فأصبحت قيامتي قد تمت. حلو أبو خالد، يعني هذه قيامة الشخص، لما يموت الشخص قامت قيامته. لكن أنا أتكلم عن اليوم الكبير، اليوم اللي هو يوم القيامة، اللي هو مخيف، اللي لازم كلنا نعمل حسابه. هذا الكلام ما في لعب. هناك صيحة واحدة من ملك من الملائكة إسرافيل عليه السلام، ينفخ في الصور فتموت جميع المخلوقات، الملائكة، الإنس، الجن، كل من هو حي يموت في صيحة واحدة. وهذا دليل على قدرة الله عز وجل الذي أمره كن فيكون. فحنا الآن نشوف قدرة هذا الملك، لا قدرة من أعطى هذا الملك هذه القدرة. هو الآن لم يبقى أحد من المخلوقات، الكائنات الحية كلها ماتت، لم يبقى إلا الله عز وجل. فيا أبو راشد، لما نقول الخلائق كلها تموت، خلي الخلائق، خل عالم الإنس وعالم الجن. أنا أكلمك عن عالم الملائكة. جبريل عليه السلام صاحب 600 جناح، اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيته وقد سد الأفق، يموت. جبريل عليه السلام أمين الوحي، أمين السماء بقوته، يموت. كم عمره لا تسألني، يموت. إسرافيل اللي الله سبحانه وتعالى جعل فيه هذه القدرة وهذه القوة، بنفخة واحدة تموت الخلائق جميعا يموت. هو أيضا يموت. طيب لحظة، بيبقى حد في بالي صراحة، اللي هو ملك الموت. ملك الموت أيضا يموت. ملك الموت اللي مر علينا، يعني الله يأمرنا يقبض روح نفسه. نعم، الله عز وجل كتب الفناء على جميع الكائنات، كل المخلوقات، كل شيء هالك إلا وجهه، انتهت الحياة. هنا الله عز وجل ينظر إلى الدنيا، أين الملوك، أين أبناء الملوك، أين من أكلوا رزقي وعبدوا غيري، وينكم لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، وين نحن؟ يقولها والكل ميت، ما حد، خلاص. لمن الملك اليوم، لا أحد يجيب. ثم يقول لله الواحد القهار. الله أكبر. قهر الخلائق جميعا، إنسهم وجنهم، ملائكتهم، كبارهم صغارهم، قهرهم بالموت
حيل ابن آدم في الحياة كثيرة والموت يقطع حيلة المحتال. دور على حيل ابن آدم، حيلة كثيرة في الحياة، إلا أمام الموت خلاص فانتهت الحياة ولم يبق إلا الله عز وجل وحده جل جلاله. طيب أبو خالد، سمعنا أيضا عن نفخة ثانية. النفخة الأولى الكل مات فيها، النفخة الثانية اللي الكل بيقوم فيها، الله. اللي بيقومون الناس عراة. الله أكبر. يعني وهالشيء أنا بصراحة حتى أبي أستوعبه مو بقادر. عراة، نساء، رجال، كبار، صغار، عراة، وعادي الوضع. الله عز وجل ماذا يقول؟ ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يا الله، هذه أيضا إشارة على قوة الله عز وجل وقهره في عباده. نفخة واحدة تحيي الخلائق من آدم إلى قيام الساعة. إنه ربي، إي وربي قادر على كل شيء. بنفخة واحدة يحيي الملائكة والإنس والجن والبهائم في نفخة واحدة، فإذا هم قيام ينظرون. وهل هذا هو اليوم اللي فيه النفخة؟ هو يوم القيامة؟ بدأنا هنا البداية. هنا البداية. حلو. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يفيق من هذه الصعقة، أنا أول من يفيق. فأنظر وإذا بموسى عليه السلام عند العرش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا ما أدري هو أفاق قبلي أم لم يصب بهذه الصعقة، لأن هناك صعقة في الدنيا. بعض الروايات تقول عندما قال الله عز وجل: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فخر موسى صعقا. فهنا الناس يخرجون من أجداثهم، فإذا هم قيام من الأجداث إلى ربهم ينسلون. الأجداث هي القبور القديمة المنسية، ودفين على بقايا دفين. يا الله، لعل هذا القبر صار قبر مرتين، صحيح. لعل مكان هذا القبر كان هناك ملك يحكم، ولعل سر إن استطعت في الهواء رويدا لا اغتيالا على رفات العباد، رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحكا من تزاحم الأضداد. يمكن يقول لك وانت تمشي الآن تدوس على خد ملك من الملوك على الأرض، انت تشوف هي أرض، لعل كان هنا مدفون ملك من الملوك، لعل غني من الأغنياء، لعل قائد من القيادات. تساووا جميعا. فالآن جميعا خرجوا من الأجداث ووقفوا في هذا المشهد الرهيب. الجميع، الظالم والمظلوم حشروا، الغني والفقير، الجميع. قبل قليل أخوي براشد تقول عراية. نعم، أمنا عائشة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله وسوءتا، كيف يكون الناس عراية؟ النساء والرجال ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا ابنة الصديق، الأمر أشد من ذلك، الأمر أشد من ذلك. هناك نار، وهناك جنة، وهناك حساب، وهناك فضائح، وهناك غدرات، وكل غدرة لها لواء يوم القيامة. هذه غدرة فلان، وهذه غدرة فلان، وهذه غدرة فلان. اليوم الفضائح ستكشف، اليوم الأسرار ستكشف. كل واحد ينادي: نفسي 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 نفسي. الشمس على رؤوس الخلائق بمقدار ميل. الناس في فوضى عارمة، لا يدري إلى أين يذهب وإلى أين الخلاص. الموقف رهيب، رهيب جدا، أكبر من الإنسان يشوف ولا ما يشوف. من هول المنظر. نعم. موضوع العراة موضوع عادي، يعني وقتها أنت ما بتنتبه أصلا إذا عراة ولا لا. موضوع هذا، أنت تخيل لما يوصل العرق، أن يوصل يلجمهم الجام، يوصل العرق، الناس تسبح في العرق. تخيل المشهد، تخيل مشهد يوم القيامة لما الناس يوصل فيهم التعب والعرق أنهم يسبحون في عرقهم. من يفكر في الأمور هذه؟ طيب أبو خالد، الحين وسط الزحمة هذه في مؤمنين وفي كفار، الخطوة الجاية شنو؟ الموقف هذا بينتظرون فيه كثر. طبعا هذا اليوم ليس كأيام الدنيا، إن يوما عند ربك كألف سنة ما تعدون. يوم طويل، ومع هذا العطش وهذا الجوع وهذا العرق وهذا التعب، وإذا بالله عز وجل الكريم يكرم نبيه صلى الله عليه وسلم بالحوض المورود، فيورد عليه من أمته من آمن به. وأما الكافر وأما العاصي فيستمر في عطشه وفي جوعه وفي مأساته. لذلك دائما نقول ما نبي هذا الكلام يمر علينا كقصة. أبي أكون أنا ممن يرد هذا المورد، أنا أبي أشرب من هذا. إذن شوف يا أخوي براشد، لا يوجد طريق للجنة إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم. لا يوجد طريق
للحوض المورود أو الكوثر إلا من خلال محمد صلى الله عليه وسلم. فيشتد الأمر بالخلائق، يا رب نريد الحساب. حتى البعض يقول حتى لو للنار، خلاص نريد الحساب. يشتد الأمر بالخلائق، فيذهبون إلى أبيهم آدم، أبونا، يا أبونا يعني هلا فينا، طولنا. فيقول لست لها. اذهبوا إلى إبراهيم فهو خليل الله. فيذهبون إلى إبراهيم عليه السلام، يا خليل الله، يا خليل الرحمن، طال علينا الوقت، نريد الحساب. فيقول لست لها. اذهبوا إلى موسى كليم الله. فيذهبون إلى موسى فيقولون يا موسى، فيقول لست لها. اذهبوا إلى عيسى إلى أن تأتي إلى حامل لواء الحمد محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها. فيذهب عند العرش ويسجد لله عز وجل سجدة طويلة، فيقول فيفتح الله علي من المحامد ما لم يفتح علي قبلها. إيش دعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمتي 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 أمتي، يا الله يا الله، إلى أن يقول الله عز وجل لن نخزيك في أمتك يا محمد، ارفع رأسك، سل تعطى، واشفع تشفع. هنا تكون الشفاعة في تعجيل الحساب، إنه بس نعجل عليهم أن يأتي الحساب. يعني كل هذا اللي قلته يا أبو خالد إلى الآن الحساب ما بلش، الناس بس تنتظر. أنا قلت في دقيقتين، لكن هي سنوات مرت عليهم، سنوات وهم تحت الشمس، سنوات وهم في العطش، سنوات وهم في هذا اليوم. نعم يا رسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه من رحمته علينا يشفع لنا أن الله يعجل بالحساب، لأن الوقت اللي قاعدين ننتظره احنا في شمس وفي تعب وفي عرق مثل ما قلنا. وسلم. فسجد عليه الصلاة والسلام وطلب من الله سبحانه وتعالى أنه يعجل بالحساب. شو يصير بعدها؟ يبدأ العرض، عرض الأعمال، الفضايح، الغدرات. وهني ترى احنا بإمكاننا الأحياء طبعا اللي قاعدين يشوفون الآن إن هذه الغدرات تتحول إلى درجات بالتوبة. أخي أبو راشد، التوبة هنا تنفع، الندم هنا ينفع. هناك راح نندم بس ما ينفع الندم، راح نبكي بس ما ينفع البكاء. سترفع الغدرات، ستكشف هذه غدرة فلان ابن فلان، وهذه غدرة فلان ابن فلان، وهذه. فيا جماعة يا الأحياء استروها، ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله. درينا مليارات البشر، كل شخص راح يقابل الله. نعم وراح يكلمه. انعرضت الأعمال أبو خالد، نعم كل أعمالنا انعرضت في يوم تبلى فيه السرائر. نعم عرضت. أبوك وأمك وربعك وكل الخلق من آدم إلى قيام الساعة بيشوفون اللي أنت سويته إلا إذا تبت. طبعا وإن شاء الله أن الله رحيم. يعني إحنا كلنا نعرف أغلاطنا اللي سويناها في حياتنا. نعم ونعرف أن في أغلاط حتى أقرب الناس اللي ما يعرفها، صحيح، بس في ذاك اليوم تكشف، الكل بيعرف. فأنت يمديك الحين تستغفر، الله أكبر، تتوب، تتصدق، تتحول درجات. الله أكبر. صار العرض الحين. نعم. زين أبو خالد، وقت العرض هل يمديني أحاجج؟ هل يعني بيكون لي وقت إني أنا أحاجج مثلا إن أنا ترى والله هذه ما سرقتها، هذه نيتي كانت كذا، أنا هذا ما ضريته، أنا كان في خاطري إني أنفعه، فينفع ولا يعني أحاجج أو أتعذر؟ ابن آدم طبيعته يعني حتى يوم يعني بشوف لي مخرج. اي نعم، قال لا أنا ما سويت، يقول الله أنا ما سويت. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يعني يدي بتتكلم، رجولي بتتكلم، عينك بتتكلم، عيني، أذنك بتتكلم، كل شيء بيتكلم. قال طيب يشهدون عليك، لأن الإنسان اللي قلت عنه قبل شوي المجادل هذا قال لا، أنتوا هاي شهود من عندكم ملائكة، لا أنا بشهود من عندي. يعني أنا ما سويت إنسان، أنا ما سويت إنسان. قال طيب خلاص من عندك، يلا يد تكلمي. فتنطق اليد وتنطق الرجل والذكرى باللي صار، مو بس تنطق بس، يشوفه قدامه خلاص ما يقدر ينكر. كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، كل شيء مسجل ومتصور. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، كل شيء واضح، كل شيء مكشوف، كل شيء أمام الخلائق. التوبة موجودة وتقبل قبل شيئين. الأول قبل ما تغرغر الروح، جت سكرات الموت انتهى الموضوع، ثبت كل شيء.
وهني نقول هنيئا لمن مات وماتت سيئاته معاه يا ابو راشد. في ناس تركين وراهم بلاوي. يا اخوي اذا في جوالك شيء، يا اختي اذا انت نشرتي شيء امسحيه الان، ولا بيبقى سوء جاري لك الى ما شاء الله. نسال الله العافيه والستر. وهنيئا لمن مات وماتت سيئاته معاه. الثاني خروج الشمس من مغربها. الله، احنا متعودين خروج الشمس من مشرقها، بس اذا خرجت من مغربها انتهى الموضوع. سد باب التوبه، خلاص انتهى كل شيء. والله نبي اتوب، لا خلاص انتهى الموضوع. يعني كأنك تقول في القيامة الشخصية اللي هي لما الشخص يموت، نعم، وفي القيامة العامة لما تشرق الشمس الله اكبر، من نعم، مغربها. انتهى الموضوع. الان تطايرت الصحف، تطايرت الصحف بين المليارات. صحيفتك مكتوب اسمك عليه بين المليارات. بتجي في مناك يا ابو راشد ان شاء الله. إن شاء الله، آمين يا رب، وكل اللي يتابعونا يا رب. آمين. ترى القضية مصيرية، القضية مصيرية. فتاخذ كتابك في يمينك، أول ما تاخذه ترفع فوق: هاؤم اقرأوا كتابيا إني ظننت أني ملاق حسابيا. فهو في عيشة راضية. مستانس، خلاص تعب الدنيا راح. ودع مآسيها، ودع مشاكلها، ودع همومها، ودع فقرها، ودع الدوام والوظيفة، ودع الأرق والقلق، ودع المستشفيات، ودع كل آلام الدنيا. انتهى كل شيء. في بخارج ناس واثقين فيرفعون يدهم من قبل، يدهم اليمين. إيه خلاص استلم كتابه بيمناه. يا بطل، اشتغل لهذه اللحظة. إذا كنت بطل، إذا كنت رجل، إذا كنت امرأة، صدق اشتغلي لهذا اليوم. إن تاخذين كتابك بيمناك، وذيك الساعة تبين المشاهير يبون الناس تشوفهم. مليارات الملائكة ومليارات البشر راح يشوفونك. تبي ترفع يمناك وتقول شوفوا، ترى الكم اللي بيشوفونك. مو في تلفزيون وقناة يوتيوب بيشوفونك مليون ومليونين، لا. من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة كلهم قاعدين يشوف: هاؤم اقرأوا كتابي. ليش؟ قال: إني ظننت أني ملاق حسابي. أنا كنت داري إن في يوم حساب، أنا كنت عامل حساب اليوم، أنا كنت داري. في أثر عن سيدنا عمر رضي الله عنه يقول: لولا يوم القيامة لرأيتم من حال عمر ما رأيتم. ترى أن بإمكاني أظلم وأفجر وأفسق، لكن في يوم القيامة هو اللي ضابطنا. يوم القيامة هو اللي يخلينا لا لقمة حرام، لا شبهة، لا اسمح لي، لقمة حرام ما دخلها على عيالي، شبهة حرام ما دخلها على عيالي. وانا اشوف ولدي ياكل الخبزة، ياكل اللحمة، انا اقدر اقسم يمين انها حلال، ما فيها 1% شبهة. انا غضيت الطرف عن كل ما هو محرم، عن ما كل فيه شبهة. وانا كنت داري انه في يوم حساب. لذلك هاؤم اقرأوا كتابي، مستانس. الثاني بيستلم بيساره، شو يسوي؟ اللي في يده وراء ظهره، لا بتاخذها وراء ظهرك. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. خسارة ما بعدها خسارة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم في الدنيا، قال يوم القيامة. ألا ذلك هو الخسران المبين. يا جماعة والله إن خسارة الدنيا معوضة، كل شيء معوضة، لكن خسارة الآخرة لا تعوض. شوف ابن آدم عيار، حتى ذاك اليوم حاسس إنه بياخذها بشماله، ايش سوى؟ حطها ورا ظهره. خذها من ورا ظهره. شوف التفاصيل اللي الله حط لنا اياها في القرآن. تفاصيل، يعني حتى الإنسان اللي يدري انه بيستلم بشماله، قال لك في ناس بيجون وبيحط يده ورا خايف بيستلم. الزمر هذه والمجموعات حسب معاصيهم. أهل الشرك ماشيين مع بعض، يعرفون بعض. الظلمة يعرفون بعض. الملحدين يعرفون بعض. كلهم رايحين جماعات إلى جهنم، عافانا الله وإياك. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. ما في أنبياء منكم قالوا لكم ترى المخالفة فيها نار؟ قالوا بلى. يا الله، قالوا بلى. يعني لو الإجابة لا، أقول لك معذور. لا، قالوا صح، جونا الأنبياء وحذرونا من هذا المورد، لكن احنا جينا. كلما دخلت أمة لعنت أختها. شوف في داخل جهنم سب ولعن في بعض، ادخلوا النار، عافى الله وإياك. طبعا بما فيها من أنواع العذاب. الجانب النفسي تلاقي توب، الجانب الجسدي توب، الجانب
الحرق الجلود، حرق الأكباد، تحرق من الداخل، تحرق من الداخل. الأغلال يا رجل، وفي جهنم وفي أغلال مربط إهانة له، يعني الأغلال تربط في الشخص عشان ما يهرب، لكن هو في جهنم مغلق عليه في جهنم وأغلال، نعم إهانة لهم. هذه رسالة لكل ظالم، أقول له انتبه، تراها نار لا تقاوم، تراها نار لا تقاوم. لا طاقة لنا بغضب الله عز وجل، لا طاقة لنا بسخط الله عز وجل. وما النار إلا مكان عقاب الله عز وجل. الله حط الجنة مكان رحمته، والنار مكان عذابه وسخطه. دخلوا أهل النار وبدأ العذاب فيهم. هذه النار كلما احترقت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، لأن الجلد إذا احترق قد ما يشعر داخل بالحرارة، لأن الإحساس موجود في الجلد، لا تبدل الجلود. طيب إيش أمنيات أهل النار؟ أنا ما ودي أطول، لأن الكلام عن النار يعني يكفي إنها نار. صح احنا ودنا نتم على سوالفنا على الجنة، لكن بعد لازم الواحد يذكر الجانب الآخر. نعم. إيش أمنياتهم؟ أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. بس ماي لما يشوفون نعيم الجنة وقاعد يتحسر من الداخل، أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. الإجابة إن الله حرمهما على الكافرين. ممنوع، ممنوع، هذا ممنوع يدخل لأي كافر. طيب يا مالك ليقضي علينا ربك. يا مالك عندنا أمنية، نبي نموت، بس نبي نموت. قال إنكم ماكثون. لا، ما راح تموتون، تبقون أحياء، اغسوا فيها ولا تكلمون. انتهى الموضوع. فتخيل لما يكون في مكان في عذاب بهذه الدرجة وبهذا النوع، وهو مش قادر حتى يتكلم، يربط عليه خلاص، حتى مش قادر يصرخ. طيب شيخنا، إذا الله وايد رحيم، ليش ممكن أن سبحانه وتعالى يوصل لهالمرحلة في العذاب؟ في شيئين يعني عكس بعض من قلب. أنا بجاوبك بقول الله عز وجل بآية: هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. هي مش مفاجأة، إحنا حذرناكم من قبل، قلنا لكم من قبل، وأنواع العذاب اللي فيها، دركات اللي فيها، كل أنواع اللي فيها، قلنا لكم حاسبوا تروحون لها. إذن قامت عليك الحجة. اليوم لما نسمع عن النار نقول يا رب يعني عذابها وايد قوي، لكن لما نشوف ظلم الظلمة في الدنيا نقول يا ربي بالفعل هذا الظالم ما يستحق إلا هذه النار. شوف كيف قاعد يقتل في الأبرياء، شوف كيف يأخذ حقوق الناس، شوف كيف قاعد يملأ السجون بالأبرياء، كيف يعذبهم، كيف يحرمهم من، كيف يغتصب أعراض الناس. يا رب اجعل مكان هذه النار. الله سبحانه وتعالى رحيم، ولذلك جعل عقوبة لهم هذا المكان. الله سبحانه وتعالى يقول: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. أعوذ بالله. الله يعافينا. عذاب لا يقاوم، عذاب أيضا لا يوصف. بخاري احنا تكلمنا في الحلقة الأولى عن اللي ما وصل لهم الإسلام، وقلنا إن شاء الله ما راح يضربهم طبعا، وخلصنا الموضوع. نعم. الحين خلينا نتكلم عن الناس اللي جاهم الإسلام، وصل لهم الإسلام، ما أسلموا، ولكن كل عملهم خير في الدنيا، عملهم خير، يعني كانوا يساعدون الناس وكانت أخلاقهم طيبة. هذول في النار. الله عز وجل أعطانا تعليمات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة رقم 1. فتخيل عندك ولد وجالس وجو ضيوف، أكرمهم كلهم إلا أنت، يعتبر بار فيك؟ لا. أكرمهم كلهم وأهانك، يعتبر بار فيك؟ لا طبعا. لا. فيجي واحد يقول يا أخي هذا رجل طيب، هذا الولد الحين استوعبت. أي أكرم الناس كلهم، يا أخي يحترم هذا يحترم هذا. أقول يا أخي هذا أبوه، هذا أبوه قاعد يهينه، إذن هذا الولد يعتبر بار؟ ولله المثل الأعلى. والله المثل الأعلى. أنا سويت خير في الكل، الله خلقني للعبادة، أقمت العبادة ولا ما أقمتها؟ أخي براشد يعني من القصص اللي أنا لما أقراها أتألم فيها، قصة عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب. أبو طالب قاعد يحمي النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عنه، ودخل مع الحصار وتحمل كل شيء، تحمل قريش، ووقف جبهة ضد قريش وضد مؤامراتهم ضد كل شيء. في لحظات الموت النبي صلى الله عليه وسلم جالس عنده يقول يا عمه قل هذه الكلمة، كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، هذه الكلمة أحاجج لك بها عند الله عز وجل. فاللي جالسين حوله من الشلة، أبو جهل وأبو لهب والشلة الفاشلة هذه الفاسدة هذه، فينظرون له: تترك دينك؟ ماذا سيقول الناس؟
أنت يا أبا طالب أنت. فنظر إليهم وآخر كلمة قال: وأنا على دين عبد المطلب. ومات عليها. ما تكافر. أبو طالب مات على الكفر ومكانه النار. هو عم الرسول، وهو عم الرسول. ولما نقدر تقول والله تمنينا، مش من باب شيء، الرسول صلى الله عليه وسلم كم سيفرح بهذه الكلمة. حتى سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما جاء بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان كبير سن في أواخر حياته، فأول ما شاف الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هلا تركت الشيخ في البيت فآتيه، أنا اللي أجيله. فنطق الشهادتين. أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: تمنيتها لأبي طالب لعلمي بفرح النبي صلى الله عليه وسلم بها. أنا تمنيت أبو طالب هو اللي يسلم، لأنني على علم ويقين النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان عم النبي سيكون في النار، فما بالك بأي شخص بعد ذلك اللي حمى النبي أصلا، اللي حمى النبي ودافع عنه. فما بالك بشخص عادي يقول لك أنا سويت خير وسويت خير، سويت خير تأخذه في الدنيا، أما يوم القيامة ترى مالك شيء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إبراهيم عليه السلام حاول مع والده لكنه مات على الكفر، فقال: يا رب وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، وأي خزي أكبر من أن تدخل أبي النار. قال إبراهيم: إنها محرمة على الكافرين. يا الله، هذا أبو الأنبياء، أبو الأنبياء، إمام الموحدين إبراهيم عليه السلام، أبوه في النار. قال: يا رب لكن والدي، الناس في بعض الروايات يقول له خزي، يعني يقول له حطني في موقف محرج. قال في بعض الروايات إن الله سبحانه وتعالى راح يغير شكله حتى لا يعرف أن هذا والد إبراهيم، لكن لا يدخل الجنة. يا جماعة الجنة سلعة غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. الله. أوطاننا، ترى احنا لاجئين في الأرض، احنا مشردين في الأرض، مكاننا مو بهنا يا أبو راشد، مكاننا هناك. وين؟ بيتنا الأول وين؟ الجنة، بيت آدم عليه السلام. نعم، بيت آدم. بخارج سبحان الله، يعني كلمة سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، استغفر الله، تغرس لي أشجار ما لها نهاية في الجنة. صحيح. شو لو أنا أساهم في مدينة، في دولة عربية مسلمة مثل الشمال السوري اللي زرناها أنا وياك. نعم. شفنا العوائل مدينة المحتاجة هذه مع قطر الخيرية. نعم. حطوا المشروع الكبير هذا بالضبط كرقم شيخنا 1680 بيت. الله أكبر. هنيئا اللي راح يصير له نصيب في سعد هذه الشريحة. تقدر تتبرع ببيت لو عندك، وإذا ما عندك ساهم، حط لك سهم لو بريال. اتقوا النار ولو بالشق تمرة. اللي حاب يتبرع في مدينة الكرامة اللي في الشمال السوري عن طريق قطر الخيرية راح تلقون الرابط تحت في الوصف. وما أبي أنسى الشريك الإنساني لهذا البرنامج قطر الخيرية، شكرا لثقتكم ولتواجدكم معنا في هالأربع حلقات. الله يكتب أجركم يا رب، والثقة هذه إن شاء الله إنكم ما راح تندمون عليها، وبإذن الله إن احنا مواصلين في هذا البرنامج معاكم إن شاء الله. بعد ما مسكنا كتبنا إن شاء الله إن احنا نكون من أهل اليمين بإذن الله. شو اللي يصير بعدها؟ الآن ستوضع في الميزان الكتب، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقف عند الميزان وينادي: أمتي أمتي. أخوي أبو راشد، لازم نوقف مع هذا العظيم، هذا الإنسان العظيم، هذا النبي العظيم. ما تركنا في الدنيا، كان كل جهد لنا، في الآخرة معانا، يشفع لنا، يعني حتى من شفاعاته يشفع لك وانت في الجنة. تخيل انت في الجنة ويشفع لك. أنا في الجنة أوريدي ما أحتاج، ويشفع لك، يوديني لدرجة أعلى، يوديك لدرجة أعلى. شوف نبينا يا جماعة، لما نقول نحب محمد صلى الله عليه وسلم، ترى والله إن هذا الحب ما جاء من فراغ. مش من فراغ. أنت في الجنة يا رب، عبد الله الغافري في الدرجة كذا، يا رب خله فوق. شوف ويشفع للي في النار، يا رب أخرجهم من النار. فيقف عند الميزان: اللهم أمتي اللهم أمتي، اللهم سلم اللهم سلم، معاك خطوة بخطوة لين نوصل الجنة إن شاء الله تعالى. عفوا، من هي أمة محمد؟ أمة محمد هي من آمنت به صلى الله عليه وسلم. كل أمة الآن تمشي مع نبيها. إحنا أول أمة راح ندخل الجنة، إحنا الآخرون الأولون، إحنا آخر أمة جينا، بعد كل الأمم إحنا جينا آخر ناس، وإحنا أول أمة بندخل الجنة إن شاء الله. بس يا أخوي أبو راشد، إحنا ما عرفنا قدر نبينا لحد الآن، ما عارفين حتى قدرنا إحنا كأمة عظيمة. إحنا ننتمي إلى أمة عظيمة، إلى كتاب عظيم، إلى نبي عظيم. للأسف الشديد ما قاعدين نستشعر هذا الشيء. فيقف النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب
أمتي 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 أمتي، اللهم سلم اللهم سلم، حتى ينتهي الميزان. بعد الميزان يضرب الله عز وجل الظلمة على الخلائق. إذا ظلام تحتاج إلى نور، تحتاج إلى نور. شوف معي يا أبو راشد، الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يذكر لنا آية يقول إن الأبرار لفي نعيم، يقول فلا يظن ظان أنها نعيم الآخرة، لا، إنه نعيم الدنيا ونعيم البرزخ ونعيم القيامة. في الدنيا كيف يجمع هذا النور؟ الصلاة نور، هو قاعد يجمع هذا النور اللي هو يوم القيامة من صلاته، من وضوءه، من طهارة، من أعمال الطيبة، يمتلئ نور. يقول فيعيش المؤمن بهذا النور، فإذا مات دفن في قبره ففاض النور من قلبه إلى قبره فملأ عليه نورا. هذا البرزخ، هذا البرزخ. فيعيش في نور. من وين هذا النور؟ من دنياه، من أعمال الصالحة. فيعيش بهذا النور حتى إذا بعث يوم القيامة يمشي بهذا النور. المنافقين اللي كذبوا على الله، ظنوا أنهم كذبوا على الله وكذبوا على الناس، فيحشرون معهم رايحين للصراط. يبعث هذا المؤمن بالنور. المنافق شو يقول؟ انظرونا نقتبس من نوركم. إذن هذا النور موجود من وين؟ من صلاتك، من قيامك، من صدقتك. أنت قاعد تأخذ نور، تأخذ زادك يوم القيامة من دنياك. انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. رجعوا وراء. فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم؟ لا أنتم مش معنا، أنتم مش معنا. الآن المحطة الأخيرة يا أبو راشد، الله يرحمنا وياك ونتجاوزها، الله ومتابعينا كذلك. آمين. درجات النور. هناك من يأتي يوم القيامة بنور كالجبل، جبل نور، وهناك كالنخلة، وهناك على قدر إبهامه، وهناك ضعيف، وهناك الآن يبي يعبر على الصراط، والصراط يحتاج إلى نور. فيأتي المؤمن يعبر كالريح، كالبرق، من قوة إيمانه يعبر بسرعة. إذا كان المؤمن يعبر كالبرق، فما بالك بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ محمد عليه الصلاة والسلام راح أكيد أول واحد، طاف على طول راح الجنة، المفروض أولنا يعني. لا، واقف عند الصراط ويقول أمتي أمتي اللهم سلم اللهم سلم. يعني تقريبا عليه الصلاة والسلام يشفع لنا في كل مرحلة في يوم القيامة. واقف معانا يا رب يا رب يا رب، أمتي 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 أمتي. شلون قاعد يفكر فينا؟ كم احنا نفكر في محمد صلى الله عليه وسلم؟ أخوي أبو راشد، هل تحس ان بينك وبينه علاقة؟ هل تحس ان بينك وبينه نسب؟ هل تحس ان لو شفته في ألفة بينك وبينه؟ ليش نحس ان محمد صلى الله عليه وسلم كصورة هيامية خيالية مش موجودة؟ لا يا أخي، هو أبونا صلى الله عليه وسلم، هو جدنا، هو عزنا، هو كل شيء. لازم نعيش هذه المشاعر بيننا وبينه يا أخي. لما أسمع أن محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان المؤمن يعبر كالبرق، محمد صلى الله عليه وسلم واقف عشانك، يقول يا رب خل عبد الله الغافري يعبر، يا رب سلم، يا رب خل الحرمي، يا رب خل اللي نشروا هذه الفيديوهات، نشروا الحرمي إن شاء الله، يا رب يعبرون، يا رب يا رب يا رب ينادي. يا الله، كم هو محب لنا محمد صلى الله عليه وسلم، كم هو محب لنا، حتى نتجاوز وين؟ الصراط. فمنهم من يعبر كالبرق، ومنهم من يعبر يزحف، ومنهم من يكردس في جهنم، عافانا الله وإياك. عفوا بخاري، انت حين قلت ان الكفار اوريدي مش على الصراط اصلا، لا، الكفار والمنافقين طلعوا على الصراط، ولكن بعدين خلاص رجعوا ورا وصار في حاجز. حلو. وبعدين قلنا ان شاء الله المؤمنين او المسلمين رايحين على الصراط، بس قلت لي في ناس طاحوا منهم. نعم. المسلمين بيطيحوا؟ نعم، من كثرة معاصيهم. يا أخوي أبو راشد، ثبت رجلك على الدين تثبت رجلك على الصراط. ثبت رجلك على دين محمد صلى الله عليه وسلم، الزم غرسه في الدنيا تثبت رجلك على الصراط. لذلك بخاري احنا، انا ما ادري اذا صح ولا لا، لكن يمكن هذه العبرة، ان احنا كل يوم نكرر كلمة اهدنا الصراط المستقيم. يا سلام، مرتين احنا لو نحسبها 17 مرة في اليوم. 17 مرة في اليوم. نعم، اهدنا الصراط المستقيم. هذا الصراط اللي احنا ثبتنا عليه في الدنيا هو راح يثبتنا. يعني الناس لا تفهمنا غلط، يقول لك والله الصراط هذا يعني أدق من الشعرة وأحد من السيف. يعني لعيبة السيرك. ما نخص لعيبة السيرك. هناك إيمان، هناك يقين، هناك عقيدة، هناك ثبات على المبدأ. ثباتك على المبدأ راح يخليك تثبت هناك. ودائما نقول هو اليوم اللي ما حد راح ينظلم فيه.
قطعا. أبدا ما حد راح ينظلم. نعم. من اللي راح يطيحون؟ طبعا مسلمين موحدين. بيبقى خالد مخلد في النار؟ لا، النار دركات، النار دركات والجنة درجات. بنجيها الحين، تأخرنا عليها، أنا مشتاق لها يا أخي. فبيقعد فترة لين ما يتغسل، يتنظف من ذنوبه ومعاصيه، بعدين سيغمس إن شاء الله في نهر من أنهار الجنة ويدخل الجنة معانا بإذن الله تبارك وتعالى. الموحد لا يخلد في النار. اللي يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يخلد في النار. نعم، وين دخلها الله لا يجعل لنا فيها نصيب يا أبو راشد، حتى لو غمسة واحدة. كملنا على الصراط. حلوة كلمة كملنا، يعني احنا إن شاء الله تيامنا إن شاء الله طفنا كلنا إن شاء الله يا رب. آمين. كملنا على الصراط. وأنا يعني ما أدري إذا يصير أسأل هل أعدادنا بتكون كثيرة ولا قليلة، لأن يعني تدري اللي نشوفه حولنا. لا تستعجل، بنعرف أعدادنا عند باب الجنة، عند الباب. نعم. انزين مشينا على الصراط الحين. نعم. طفنا الصراط، هناك القنطرة. القنطرة خلاص، اللي يطوف الصراط هو الحين من أهل الجنة، ما في خطوة للخلف الحين، الحمد لله. خلاص الحمد لله الحين على القنطرة. طيب ايش وضعنا الآن على القنطرة؟ وضعنا الله يسلمك، والله فلان أنا مسلم ومسلم بس ما كنت أحبه، شيء أضايق منه. إيه. يعني في ناس سبحان الله ما ينزل لك ما ينبلع. ما ينبلع، ما بيني وبينه عداوة، ما بيني وبينه تجارة، ما ظلمته في شيء أبدا، بس ما ارتاح له في شخص، هذا الأمر ما تدخل الجنة وهذا بعد ما أحبه. لا، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. كل من سيدخل الجنة نقي القلب، ما عنده حسد، ما عنده غل، ما عنده نظرة أبدا، خلاص القلوب متصافية، لا حسد ولا غل ولا حد شايف على حد ولا شيء. خلاص أصبحنا الآن مهيئين وين ندخل؟ الجنة. الجنة. نعم الحمد لله. اللي كنت أبلعه أو اللي كنت أكرهه أو اللي كان يكرهني، نعم، تصافت القلوب كلها إن شاء الله، لأن ما حد يدخل الجنة قلنا إلا وقلبه صافي 100%. نعم. شو يصير بعدها؟ الآن بدينا نتزاحم والأعناق تشرئب، تبي تشوف القائد قدام، قائدنا قدام وحول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يمشون للجنة وإحنا نتزاحم وراهم. الجنة لها 8 أبواب، وهذه الأبواب ستكتظ بالناس وزحمة زحمة، الحمد لله، كتف بالكتف، الحمد لله. عدد الأعداد كبيرة، سيكون هناك زحام في هذا المكان، ونحن ننظر إلى محمد صلى الله عليه وسلم وباب الجنة لحد الآن مغلقة في وسط الزحام، وقاعد أشوف راشد وأشوف عز وأشوف أخونا المصورين كلهم، فأتذكر واحد من ربعنا مش موجود معانا. يقول أخ وينه؟ يا الله، شين المعصية اللي ما خلتك تكون معانا في هذا الزحام؟ شين الشهوة اللي غلبتك وخلتك تكون في مكان ثاني؟ ما أجمله من زحام. الناس في الدنيا ما تحب الزحام يا أبو راشد، الناس في الدنيا تحب تكون بروحك، إلا ذاك الزحام. قدامك محمد صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام قدام، وإحنا وراهم أمهات المؤمنين مع أخواتنا وأمهاتنا، من نتزاحم وين داشين؟ داشين الآن عند باب الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يطرق باب الجنة، وإذا برضوان يقول من خازن الجنة؟ رضوان، وخازن النار مالك. الحمد لله أن كلامنا مع رضوان وليس مع مالك. يطرق النبي صلى الله عليه وسلم باب الجنة فيفتح رضوان فيقول أمرت أن لا أفتح إلا لك يا محمد. رضوان من كبار الملائكة، ما يخدم أحد إلا محمد صلى الله عليه وسلم، يقوم على محمد فقط، فيفتح له الباب. فيا لها من خطوة أولى تضعها في الجنة يا أبو راشد، يا له من أمان، يا لها من سعادة. وإذا بالملائكة سلام عليكم سلام عليكم. ايش يقولون السلام عليكم؟ تونا جايين من على ظهراني جهنم، تو الصحف تتطاير، ما أدري باخذ كتابي بيميني ولا بيساري، وأنا الآن داش الجنة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين والصحابة الكرام، والله أكرمنكم معاهم. فبديت أخذ خطواتي الأولى في الجنة، وقدامي محمد صلى الله عليه وسلم. أمنت النار بما فيها، أمنت الصراط وما فيه، أمنت كل هذا، وأنا الآن داخل أبواب الجنة. نتزاحم فدخلنا داخل الجنة. الآن لا أدري، أنظر إلى محمد صلى الله عليه وسلم، أروح أسلم عليه، أروح أقبله على راسه، أروح أضمه. طيب لو ضميته كم راح أجلس معه وأنا ضمه؟ هل راح أشبع من ضمتي مع محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل لو ضميته راح أفك يدي؟
هل لو ضميت أبو بكر الصديق راح أفك؟ هل لو شفت بلال بن رباح وأنا ضمه وأقول لك كيف تحمل جسدك ذاك العذاب هل راح أفك يدي؟ والله إنها سعادة ما بعدها سعادة. أنا عن نفسي ما راح أفكر وايد في بيتي وفي الجنة وفي الحور، أنا مشتاق لمحمد صلى الله عليه وسلم. هو اللي دخلني هذا المكان، هو اللي خلاني أنعم بهذه النعائم، هو اللي خلاني أنا الآن اسمي عبد الرحمن الحرمي من أهل الجنة، اللهم آمين. عبد الله الغافري من أهل الجنة. هو السبب. ودنا لو عمل واحد يمكن هو اللي يشفع لنا، واحد ما تدري سبحان الله. يمكن الحلقة دي، لا يمكن الصدقة اللي كانت ريالين حتى اللي ما حد درى عنها، اللي ما حد درى عنها. اللي ما حد درى عنها. فأنا أشوف أن دخول الجنة أسهل وأقرب من دخول النار. نعم. أسهل وايد. أبو جهل وأبو لهب وفرعون وهامان ونمرود العظماء ذيل وين مكانهم؟ أموالهم ما منعتهم من دخول النار، مناصبهم ما منعتهم من دخول النار، كل هالكنوز اللي عندهم ما منعتهم من دخول النار. شوف أنت بلا إله إلا الله وبمحمد رسول الله، أنت من غيرهم تساوي صفر، لا تساوي شيء. دخلنا الجنة. إحنا أوقات يا أبو خالد نفوز بأشياء في الدنيا، نجاح، شهادة، نسبتي 90 أدخل البيت مستانس. حتى في الترفيه كرة القدم مثلا، شفنا كأس العالم مؤخرا شلون الفريق لما يفوز، شلون الفرحة، شلون محبينه يفرحون، وهي دنيا وكاس ومالي منها شيء. بعد ما تقول لاعب يعطي مكافآت، أنا أشجع وأشوف الفرحة اللي يعطني في عيوني، الفرحة هناك يعني لا توصف، أبدية. نعم. كأس العالم من اللي فاز فيه؟ ميسي. الأرجنتين. هل الأرجنتين عندهم قلق من كأس العالم الجاي ولا لا؟ إيه عندهم قلق، احتمال يفوزون، احتمال ما يفوزون، بس إن دخلت الجنة فوز أبدي. ودعت كل شيء يا أبو راشد، ودعت كل الآلام والمشاكل والهموم والأمراض والمستشفيات، ودعت كل شيء، نجاحك أبدي سرمدي أزلي، انتهى الموضوع. وانت تشرح يا أبو خالد أنا تخيلت الموقف إيش قد هو مفرح ونيس. فأنا قاعد أقارن الوناسة اللي في الدنيا والأشياء اللي قاعدة تونس اللي في الدنيا وهي بسيطة، وتعطيني الفرحة اللي يمكن من وراها دموع. زي ما بارك الوناسة اللي هناك، الفرحة اللي هناك، الفرحة اللي انت عارف إن ما بعدها زعل خلاص. نعم. خلاص على وشو؟ على صبرك من كم من شيء في الدنيا، والناس يبدون يسولفون مع بعض ويحضنون بعض، وانا ترى اللي دخلني الجنة العمل الفلاني، واقول له انا والله العمل الفلاني انا علي اخطاء الحمد لله الله سترها علي. سوالف حلوه يعني. اشتقنا والله يعني صراحه، اشتقنا لليوم هذا اللي ان شاء الله نكون احنا فيه باذن الله. يعني شوف يا ابو راشد، لولا ان الله عز وجل رفع الموت، خلاص انتهى الموت، لمات اهل الجنه من هذه الفرحه، لماتوا من هذه الفرحه. الموضوع ما هو شيء سهل. احنا يا رجل اليوم لو واحد راى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يعيش سعاده العمر، سعاده الحياه، ان شاف رسولنا في المنام، فما بالك ويشوفه في الجنه ويعزمه في بيته في قصره ويزور الرسول صلى الله عليه وسلم يقعد معاه وياكل معاه ويمشي معاه. ده بنجي الحين للزوارات وللسوالف هذه. يا الله. دخلنا الجنه ابو خالد. نعم. كل واحد دخل على درجته صحيح. نعم. ممكن نتكلم عن نعيم الجنه، ممكن نتكلم عن الاشياء الحلوه اللي موجوده في الجنه، ممكن نتكلم عن الملل. هل انا راح اتملل؟ طبعا انت لما تدخل الجنه الانسان بطبعه خياله وايد واسع، الا لما جينا لوصف الجنه والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما في. طيب الآن دخلنا الجنة، أنا بيوتي وينها؟ أنا بيوتي وينها؟ مثل ما أنت تدل بيتك في الدنيا راح تدل بيتك في الجنة. الجنة كبيرة. نعم. الجنة كبيرة، فراح تدل عنوان بيتك، راح تروح لين بيتك. إذا بكلمك على الخدم: يطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. هذا الخادم فما بالك بالمخدوم، هذا الخادم فما بالك بالمخدوم. تدخل بيتك عندك قصر وعندك أرض وعندك مجلس وعندك خيمة وعندك برج وعندك أشياء كثيرة جدا، وأنت في هذا الملك ملك. عندك الخدم وعندك الحشم وعندك الزوجات وعندك ملك كبير جدا. أنت في الجنة ملك. الخيمة خيمة، هذه الخيمة الله يسلمك طولها في السماء 60 ميل. الخيمة هاي مو بالقصر، لا الخيمة، اصبر، هذه الخيمة 60 ميلا في السماء، هذا ارتفاعها. طيب العرض
للمؤمن فيها أهلون، زوجات. فإذا جلست مع هذه الزوجة وطلعت تبي تروح للزوجة الثانية، شلون تطلع شلون تروح وتجي؟ عندك الله سبحانه وتعالى يعطيك فرس، هذا الفرس من ياقوته، شوف لها أجنحة تطلع عليها وتمشيك وين ما تبي، فتطير بهذا الفرس تروح وين؟ عند زوجتك الثانية. زوجتك الأولى من المسافة البعيدة ما تشوفك أنت وين رايح، في الخيمة. تعال قل لي العقل إيش راح يتخيل لما نتكلم عن خيمة بهذا الوصف وبهذا الحجم، كي نتكلم عن قطر كلها هي خيمة. لذلك احنا ما نعيش هذه الأشياء ونؤمن فيها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هنا نزهت في الدنيا بقصورها وأبراجها وكذا. الآن لما نتناقش تقول لي والله فلان عنده، أقول لك لا يساوي خيمة في الجنة. فلان كذا اللي عنده كذا مليارات لا يساوي خيمة في الجنة. هذا إيش؟ الخيمة. أقل شخص في الجنة له 10 أضعاف ملك الدنيا بما فيه 10 أضعافها، وإذا دخل الجنة وله أيضا ما يشاء ولدينا مزيد. هذا أقلهم. الحين استوعبت الخيمة أنا. والله الحين استوعبت الخيمة فعلا. إذا أقل واحد عنده هالكثر. نعم. سيب خالد عفوا، إذا أقل درجات الجنة كذي، يعني الله يرزقنا باللي أكثر، لكن يعني الإنسان هو إنسان، بقول لك تكفيني. يا أخوي أبو راشد، العطيات في الجنة ليست لاحتياجك، هي إكرام من الملك، قاعد يكرمك. يعني اليوم لو أنا بكرمك مثلا بهديك هدية عسل، بجيب لك كيلوين 3 10 نهر من العسل، نهر من اللبن، نهر من الخمر. يا رجل، هو ما يعطيك مثل ما أنت بي، يعطيك بزيادة. تقطف الثمرة، أنت جالس مع زوجتك في الجنة والأشجار حولك، فعينك تلتفت للتفاحة، بس مجرد ما تشتهيها تأتي لين عندك، أنت تقطفها فينبت مكان التفاحتين وترجع. ولدينا مزيد. شوف طائر حبيته مشوي ولا مقلي، إيش اشتهيته؟ يأتي أمامك مستوي. الجنة ما فيها شغل، الجنة فقط دار جزاء، فقط متعة، فقط المتع كلها. شوف الله يحفظك، احنا لما كنا في عالم الأرحام كنا لتكتمل فينا الأعضاء، جينا للدنيا لتكتمل فينا الصفات، ننتقل للآخرة لتكتمل فينا كل الشهوات. كل شهوات الدنيا ناقصة، فلا تكمل إلا وين؟ في الجنة. طبعا يا أبو راشد، أي مسمى راح نقوله، قصر، امرأة، نهر، تفاح، لحم، دجاج، أي شيء، فرس، خيل، ترى فقط مجرد أسماء لتقترب المعاني. صح. مثل الجنة، لأن نرجع للأساس، لا عين رأت. نعم. فأنت ما راح يكون نفس التفاح اللي هني ولا حور العين نفس النساء اللي فقط الاسم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء. خالد دائما نسمع عن الكلام اللي عن الجنة اللي نسمع من المشايخ كله عن الرجال، يعني كل الوعود الحلوة للرجال، حور العين الرجال، والنعيم والقصور والبيوت، دائما يضربون الأمثلة في الرجال. طيب النساء شنو لهم في الجنة؟ النعيم اللي في الجنة أخوي أبو راشد للطرفين، للرجل وللمرأة. كل أنواع الجنة وما فيها من قصور ومن أنهار ومن ظلال ومن فواكه ومن أكل ومن شرب، كل هذا للرجل وللمرأة. هو الشيء الوحيد يعني لما المشايخ يتكلمون مع الشباب يكلمون الشباب عن حور العين، وإلا كذلك المرأة هي تصبح ملكة على حور العين. حور العين لا شك في جمالهم. أهل الجنة يرون نور ساطع من أعلى، فيسألون ما هذا النور؟ حورية تبسمت في وجه زوجها، هذا النور بسبب ابتسامتها. أنت المرأة في الدنيا اللي صبرت واحتسبت وحافظت على نفسها، هي تصبح ملكة لهذه الحورية. تعرف إيش معنات مكانة المرأة؟ فوق حور. يعني إذا كانت المرأة متزوجة، جميل، زوجها في الجنة هو نفسه زوجها في الدنيا، زين يمكن ما تبي، يمكن هي ملت منه، يعني ما أعرف، يعني هي تلقاها الحين هي طالعة تقول لا ما بالفال هذه، يعني يمكن ما تبي، ولا زوجها بس بيكون بطريقة أخرى بشكل آخر ما أعرف. هو الجنة لها صبغتها، يعني جمال الرجل في الجنة غير عن جماله هني، وأخلاقه في الجنة غير عن أخلاقه هني، وقوته في الجنة غير عن قوته هني. كل شيء في الجنة مختلف.
إذا بعد ما تبيه فوق هاي كلها ما تبيه في الجنة. أخوي أبو راشد، لعل المرأة الآن هي تتكلم في الافتراضيات الدنيوية، لكن الجنة شيء ثاني. الآن لما احنا تكلمنا عن القنطرة وأن الرجل أزيل ما في صدره والمرأة كذلك ودخلوا الجنة بجمال الجنة وحالات الجنة وراحة الجنة وقصور الجنة، تفكير المرأة تغير 180 درجة. والله عز وجل يرضي أهل الجنة بدرجاتهم. إذا أعطاك شيء يجعلك تحبه كحبك لأبنائك في الدنيا. كلام حلو. يعني الجنة درجات. صحيح. وأنا لو كنت في درجة تعتبر نازلة بس بكون راضي وحابها، بس وقت المزاور احنا ما تكلمنا عن الزيارات. إذا أنا بأزور صديقي في الجنة أو بأزور أخوي فأنا بطلع يمكن هو في منزلة أعلى. إذا أنا رحت ما بقول أنا في خاطري بس أنا أبني المكان هذه، بس تركب الفرس وتروح لين عنده وتجلس معه. حلو. بس الله عز وجل حبب لك منزلتك. الآن أعطيك مثال، ولدك أكيد تحبه، فطرة الأب يحب ولده. ولد جارك في الدراسة أفضل من ولدك، في الرياضة أفضل من ولدك، تحب أكثر من ولدك؟ لا صعب. نفس الشعور. هذه هي. فالله سبحانه وتعالى حبب لك هذه الغرفة، حبب لك هذه الخيمة، حبب لك هؤلاء الحور اللي عندك، حببهم. خلاص أنت أصلا هذا مكانك. حتى لو رحت تبي ترجع عندهم إلا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيرفع عنك الدرجة، يشفع لي حتى وأنا في الجنة. الله أكبر. كم هذا الرسول عظيم يا أخي، كم هذا الرسول كريم يا أخي. حتى وانت في درجات الجنة قل يا رب ارفع درجة عبد الغافري إلى الفردوس الأعلى. هذه درجاتك اللي في الجنة. الآن عندك قصرين 3 وعندك 4-5 خيام وعندك آلاف الأشجار، لأنك أنت لما كنت في الدنيا وتمشي في السيارة تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله شجرة في الجنة، الحمد لله شجرة في الجنة، سبحان الله شجرة، وهكذا أشجار الجنة تغرس في الأرض اللي عندك اللي هي فاضية. فوق هذا تاخذ أيضا قصور وأنهار وخيام وبيوت كذا جايتك زيادة. ليش جايتني زيادة؟ على شيء أنا ما سويته في الدنيا، على شيء أنت ما سويته، ولشخص آخر أنت تأخذه، ملك كامل أنت تأخذه، ملك حق حد ثاني أنا أخذه. بالضبط. ليش؟ شوف كرامة الله عز وجل. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. الميراث أنت تتعب فيه؟ لا. الله سبحانه وتعالى ما خلق إلا وجعل له ملك في الجنة. فالكفار ما دخلوا الجنة، في النار. طيب أملاكم هذه لمن؟ تقسم على أهل الجنة. لكن يا أخوي أبو راشد عندي بشارة لك وللشباب كلهم ولكم أنتم يا مشاهدين، بشارة مش من الحرمين، من سيد الحرمين صلى الله عليه وسلم. يقول كل أمتي يدخلون الجنة، كلكم تدخلون الجنة. هاي حديث ترى. فأنتم كلكم مبشرين بالجنة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، كلكم داشين الجنة. الحمد لله. هاي خش بشارة. قال إلا من أبى، إلا اللي ما يبي. الصحابة قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ من اللي ما يبي؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هو ما يبي الجنة يا أخوي يا أبو راشد. اللي يشتغل للجنة بيلاقيها، واللي يشتغل للنار بيلاقيها في دين وفي طين. إذا هم طينها ونروح الجنة يوم القيامة أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. بخارة الإنسان عبارة عن أسئلة، هو بس يحب يسأل. وأنا يعني أأكد على هذا الموضوع. يعني بعد اللي قلت لي إياه بعد عندي أسئلة بصراحة. نعم. بخارة صح أنا نعيم أبدي، بس بتملل ملل لين متى؟ ملل في الجنة يا براشد. هو ليش الملل؟ جيب لي شيء واحد مكرر في الجنة بقول لك كلامك صح، في ملل. شيء واحد مكرر بس. الأكل اللقمة تختلف عن اللي قبلها، واللقمة اللي بعدها تختلف عن اللي قبل. عرف يجيني بأي مثال. شربة الماي تختلف عن اللي قبل. شربة الماي تختلف عن اللي قبلها. النظرة تختلف عن اللي قبلها. تشوف زوجتك تطالعها مرة ثانية غير، تطالعها مرة ثالثة غير، تطالعها مرة رابعة غير، تطالعها مرة 10 غير. تأكل الفاكهة نفسها غير. المشاهد كل شيء تشوفه غير. كل شيء في الجنة يتغير. أنت تغير. أنت في دار الكرامة. الله جاي بيكرمك. اليوم احنا بنمر على ثري من أثرياء الدنيا يبي يبالغ في الإكرام فيعطيك فوق اللي تحتاجه. لا، أنا أكلمك عن ملك الملوك سبحانه وتعالى. أنت يا أبو راشد تحب الأغاني، فتقعد هناك عند الأشجار، فتقوم الحورية تغني لك، وتقوم الأشجار تعطيك الأصوات، أصوات الموسيقى هذه،
وتسرح في رياض الجنة، كم تقعد؟ شهر، شهرين، سنة، سنتين، 3. أنت أصلا يبيلك 2000 سنة، 2000 سنة عشان تلف على ملكك، ما راح تخلص. هذا ملكك في الجنة. الشجرة الوحدة يسير فيها الراكب مئات السنوات ما يقطعها. الجنة شيء ثاني، ونعيمها لا ينفد. مثال التغييرات، كل شيء يتغير، الطعم اللي أكله بعدين يتغير، الزوجة اللقمة ورا اللقمة، الكسور تتغير، أطباعي ممكن تتغير، كل شيء يتغير، ما في ملل، يعني أبدا ما في ملل فعلا. نعم. يعني يمكن بصراحة كلامك يسعد الفقراء أكثر بصراحة، لأن الفقراء ما شافوا من هالنعيم في الدنيا. جميل. فأنت لما توعدهم أو الله سبحانه وتعالى يوعدهم بهذه الأمور في الجنة، تصير الدنيا قدامه ولا شيء. عشان كذي سبحان الله أوقات نشوف ناس مؤمنين وهم فقراء، ولا عنده راتب ولا عنده بتحصله على قد حاله، مثل ما يقول كنت دائما مبتسم. سبحان الله، هاي ما نقول، هاي وكأنه يتخيل اللي عنده في الجنة. خلني أبشر ببشارة. يؤتى يوم القيامة بأشقى رجل في الدنيا، مسكين طول عمره مدفوع بالأبواب، مطرود، لا وظيفة، لا وضع سيء جدا، مسجون، مظلوم، كل شيء. أشقى رجل في الدنيا من أهل الجنة، فيغمس غمسة واحدة في الجنة، فيسأل هذا السؤال: هل مر بك بؤس قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ قال: لا والله ما مر بي بؤس قط. هذه غمسة واحدة في الجنة، فما بالك لما يقول خالدين فيها على طول، ولك هذه الأشجار ولك هذه القصور، شو يصير فيه؟ قلت لك والله لو أن الموت ما رفع لمات الإنسان من الفرحة. ويؤتى بأسعد أهل الدنيا من أهل النار، فيغمس يوم القيامة، هو أسعد رجل في الدنيا، بس هو من أهل النار، بس هو من أهل النار، فيغمس بغمسة واحدة في النار، غمسة واحدة. ثم يسأل: هل مر بك نعيم قط؟ قال: لا والله ما مر علي نعيم قط. نسى نعيم الدنيا كلها. فالفقير لما يؤمن بأن له ما عند الله عز وجل من هذه الخيرات اللي راح تنسيك كل آلامه، كل فقده، كل شيء، هي دار الكرامة. شيخ أخوي أبو راشد، مسألة الأبدية في الجنة هي من كمال الجنة، هي من كمال الجنة. خلنا نفترض أن احنا دخلنا الجنة وشفنا هذا النعيم الذي لا يوصف، وجانا خبر من الله عز وجل إنكم راح تعيشون في هذا النعيم 1000 سنة. والله ستبدأ الحياة منغصة مجرد ما سمعنا هذا الخبر، بيبدأ العد التنازلي، وكل آت قريب، خلاص. فإحنا عايشين في هذا النعيم، يا شيخ كم باقي لنا كم سنة ونطلع؟ لا، خالدين فيها أبدا. استمتع. صح، لأن الله سبحانه وتعالى لو كان الشيء الأبدي مو بحلو في النهاية فما كان بيحط لنا الله أو لأهل الجنة. يعني لنا شيخ، لنا إن شاء الله من أهل الجنة إن شاء الله. أنا دائما إيجابي في هذا الباب. الله سبحانه وتعالى خلقنا واختارنا نكون من أمة محمد، من أمة القرآن، مسلمين، نصلي نصوم. يا أخي خلاص إن شاء الله ربنا راح يكرمنا بعفوه، وندخل إن شاء الله مع النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله. انزاح مسدي. أبو خالد، عندي سؤال يمكن يكون غريب شوي، لكن إن شاء الله أنا من طيبة قلبي، يعني ما أدري طلع عليه بصراحة. وأنت طيب يا برا، الله يجزاك خير. يعني إحنا في الجنة، ممكن من سعادتنا في الجنة ما نتذكر أي شيء من الدنيا، ولكن ممكن يطري علي أحد من أصدقائي وأقول والله فلان يعني فقدته وأبي أقعد معاه وأسولف معاه، والله سبحانه وتعالى إن شاء الله في الجنة ما يرد لي أي طلب، بس صديقي هذا في النار، شو الحل؟ بقدر أشوفه؟ بيقدر يزورني؟ أنا ما أبي أزوره طبعا، لا رجاء، أنا ما أبي أزوره. يقدر يزورني؟ هل ممكن إني أنا يعني كصديق له، أنا مش أخوه ولا أبوه، إحنا تكلمنا من قبل أن الأبو ممكن يشفع للولد وغيره. نعم. بس هو صديق. نعم. شلون؟ رفيجك يا عبد الله، بس شرط يكون مسلم. أي مسلم. إن شاء الله إنه مسلم. شوف أخوي أبو راشد، الله دائما أرحم مما نظن. دام أنك أنت في قلبك العاطفة هذه إن رفيجك في النار ودك يجي عندك، فالله سبحانه وتعالى يتفضل عليكم كلكم. ترى مش أنت بروحك، حتى في ناس معاك، يقول روحوا شوفوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان أخرجوه من النار. يا الله، هذه رسالة يا أبو راشد. تخيل لو هذا ما عنده واحد مثلك من أهل الجنة، تخيل لو هذا اللي في النار ما رافج واحد في خير مثلك من أهل الجنة، كان عذابه بيطول وبيستمر لسنوات وسنوات. يعني لو كان عليه تقريبا 1000 سنة من العذاب، ممكن بصداقته معي أخليه سنة، ويمكن يوم. هاليوم اللي تذكرت الله سبحانه وتعالى كرم قال طلع. لكن عندنا الصنف ثاني اللي ما عندهم. ايش قالوا؟ وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم يشفع لنا، يتكلم، يقول يا رب هذا رفيجي. ما عندهم.
وهذه رسالة، صديقك في الدنيا صديقك في الآخرة. تعرف على صديق يشفع لك يوم القيامة. الحين عندي أسئلة. أنا بعرف إبليس وين. إحنا في الجنة الحين إن شاء الله. الحمد لله. إبليس وين؟ حزتها أبي أعرفه وين اللي كان سبب في الناس هذين اللي كلهم في النار. لا صار خطيب وصار كلامه صح الحين، وقام يقول حكم. ما فهمت شو تغير. أسلم في يوم القيامة يعني ولا إيش؟ أنا بعرف شو الترقيع اللي سواها. الترقيع الله يسلمك لما أهل الجنة يدخلون الجنة إيه وأهل النار يدخلون النار، انتهى دوره، فجاء يقول لهم القصة هذه. وقال الشيطان لما قضي الأمر، أهل الجنة وين؟ في الجنة. وأهل النار في النار. إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. على طول فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. انتهى الموضوع. شوف، مع أن الله عز وجل سرب لنا هذا الخطاب في الدنيا، ترى يوم القيامة إبليس راح يقول لكم هذا الكلام فلا تطيعونه، ابعدوا عنه. وإبليس صادق، قال أنت شفت قد مرة أن إبليس ماسك واحد من يده ويجره؟ لا. شفت إبليس يدف واحد دف؟ لا. قال بس إلا أن أمرت، بس دعوتكم فاستجبتم لي، أنت اللي استجبت. نكبهم. قال لا تلومني، لوم نفسك، ها صادق، أنا ما سويت لك شيء. يعني الله سبحانه وتعالى عطانا يعني ما ادري شو اقول، كانه واحد يرويك نهايه الفيلم شو اللي بيصير. الله قال لنا شو اللي بيصير. ليش تروح؟ انا يا ابو راشد باختصار قلت لك يا ابو راشد في بابين، هذا الباب وهذا الباب. هذا الباب في قطع طرق، انت دخلت منه بيقتلونك، وهذا الباب باب امن وسلام. وراشد رح دخل ذاك الباب، هم سألوك سؤال اللي داخل، قالوا ابو خالد ما خبرك؟ قل اي والله خبرني. اذا انت صاحي لو خلتني. الله عز وجل يقول لنا ترى هذه النتيجة الطبيعية، اللي يمشي هني يوصل هني. زين إبليس وين بيروح الحين؟ بعرف أنا يعني يحترق. إبليس من البداية هو عارف مكانه وين، والله سبحانه وتعالى قال أنت ومن اتبعك لأملأن جهنم منكم أجمعين. يا إبليس واللي يتبعك، سواء أنت يا أخوي اللي قاعد تغير خلق الله عز وجل، ترى أنت قاعد تمشي ورا إبليس، وأنت يا أختي اللي قاعد تلبسين ما يمليه عليك إبليس، أنت قاعد تمشي ورا إبليس. فاللي يمشي ورا إبليس في الدنيا بيمشي وراه في الآخرة، والآخرة مكانه معروف. الله يبعدنا وياكم. يعني حس أبو خالد إن إبليس حاقد وغيران على أنه رايح النار. يعني نفس شفت اللي يرسب في الاختبار يقول إن شاء الله الربع يرسبوا معاي. فهو يبي يرسب اللي معاه فعلا، يعني ما بيدش النار بروحه، بيدخلهم معاه. هو مصدر الحقد، مصدر الكراهية، مصدر البغض، مصدر الكبر. أنا ما أستغرب من إبليس هذه مهمته، بس أنت اللي الله نور بصيرتك بالإيمان وأعطاك هذه المكافأة العظيمة اللي هي الجنة، اللي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، خالدين فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ولدينا مزيد. كل ما تطلب شيء يقول لك ولدينا مزيد ولدينا مزيد، تجمعك أنت وأسرتك في هناء دائم، سعادة دائمة. أحدهم سئل صف لي الجنة، جمال الجنة، قال فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيها رسول الله. يكفي الجنة جمال أن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويا رب أنا بشوف غزوة بدر، أبى أشوف الطوفان شو صار مع نوح، أنا بشوفه. شدنا جدول كل اللي تبيه أنت في دار الكرامة، ما في طلب لك سيرد. يعني بعض الصحابة رضي الله عنهم قالوا طيب لو بنزرع قالوا أكيد هذا واحد من الأنصار الزراعة. قال تزرع وتحصد كله في ساعة، تزرع وعلى طول. طيب كل ما تتمناه أنت في الجنة. أبو خالد وايد أشياء حلوة في الجنة، كلها وايد جداول حلوة، وايد أمور يعني نشتاق لها ونبي نروح الجنة عشانها. وواحد ما يعرف يبلش بأي جدول أصلا وبينتهي بأي جدول. بس شنو الأحلى؟ هل ذكر مثلا شنو أحلى شيء في الجنة؟ أحلى شيء لا شك أن أعظم نعيم في الجنة تلك اللحظات في يوم الجمعة التي يحضر أهل الجنة جميعا في مكان واحد في الوادي الأفيح، وهذا المكان يجهز لهم في منابر من نور ومنابر من ذهب ومنابر من ياقوت ومنابر من فضة، ثم يجلس الأنبياء والرسل، ثم يأتي أهل الجنة جميعا لأعظم هدية
وأعظم إنجاز وأعظم مفاجأة من الله عز وجل، وهي أن يروا الله عز وجل. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يرون الله عز وجل كما نرى نحن القمر ليلة البدر. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا ويبشرنا أيضا من هنا أن المؤمنين في الجنة يرون ربهم عيانا بأبصارهم، نشوفه لا تضامون في رؤيته. يعني ما حد يقول يا أخي لو سمحت وخر بيشوف الله عز وجل، لا، الجميع يرى دون زحام سبحانه وتعالى. تخيل هذا من؟ هذا ربي وربك اللي احنا في الدنيا آمنا به إيمان الغيب، سنراه هناك وسنراه بأم عيوننا. ولكن هذه العين التي ستر الله عز وجل يجب أن لا ترى المعاصي في الدنيا، يجب أن لا تدمن مشاهدة المعاصي في الدنيا حتى تليق بأن ترى الله عز وجل في الفردوس الأعلى. الله عز وجل يقول للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الله عز وجل من كرمه دائما وزيادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبشرنا ويخبرنا بأن الزيادة هذه هي رؤيتنا لله تبارك وتعالى في الجنة. كما أن أعظم نعيم الجنة هو رؤية الله تبارك وتعالى، كذلك أصعب عذاب على أهل النار أنهم حرموا من النظر إلى الله عز وجل. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. احنا طبعا ودنا نشوف اليوم قبل الجنة، لكن أجسادنا لا تطيق، ولذلك هذه الرحلة وهذه العرصات وهذا تهيئة أننا نستطيع أن نرى الله عز وجل في الجنة. يعني في الدنيا موسى عليه السلام هذا النبي الجريء قال ربي أرني أنظر إليك. الله أكبر، ما أظن أن نبي من الأنبياء دعا بهذه الدعوة. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. نحن في الجنة سنراه ولكن بأمن وأمان بدون هذا الصعق. لا، وشوف المشهد أنت، الله عز وجل حوله الأنبياء والرسل، قدام أكيد الصحابة، وإحنا كذلك جالسين ننتظر هذه الرؤيا. فيكشف الجبار جل جلاله عن وجه الحجاب فلا يرى أهل الجنة نعيما كهذا النعيم. الله يجعلنا وإياك ممن ينظرون تلك النظرة إلى الله عز وجل في جنات النعيم. يمكن مخارج الناس ما بتستوعبها إلا إذا قارنت الأمور بالدنيا، وإحنا قلنا أصلا ما في تشابه بين الدنيا والجنة إلا الأسماء. ولكن إحنا نضرب الأمثلة على أساس ممكن توصل لعقل المشاهد. أنا من النوع اللي أحب أتعمق في الأمور وفعلا أقيسها على الدنيا. يعني أنا اليوم لو شفت أمير أو شفت ملك أنا أحبه، شنو الشعور، شنو ردة الفعل، شنو الوناسة. لو فلان يحب مثلا لاعب خلينا نقول ميسي ولا مع انه مش مسلم، ولكن لو شافه شلون يفرح او يفرح بحد يقتدي فيه، الله تشوف اللي خلق كل شيء. الله اكبر. يا زين السوالف عن الجنه والله يا ابو خالد، يا زين السوالف عن الجنه، عيل شلون الحياه في الجنه. اي والله. الله اكبر. يعني انا ما ودي صراحه الحلقه تخلص، انا ودي اسمع واسمع واسمع، لان كل شيء زياده اسمعه يخليني اتمسك اكثر ان شاء الله اني انا اشتغل على هالشيء اللي اوصلها ان شاء الله. الجنه يا ابو راشد لا خطر لها، لا مثيل لها. فهي ورب الكعبه نور يتلألأ، وريحانه تهتز، وقصر مشيد، ونهر مضطرد، وفاكهه نضيجه كثيره، وزوجه حسناء جميله. لك كل ما تشتهي يا ابو راشد وزياده، بس ندخل الجنه. اللهم امين. وصلنا الى ختام حلقتنا اللي هي الحلقه الاخيره من الموسم الاول. ان شاء الله انكم استفدتوا في حلقاتنا الاربع، واللي ما شاف الحلقات السابقه يرجع ويشوفها وينشرها. الله يجزاكم خير ويكتب اجرنا واجركم. استمتعنا بسوالفنا عن الجنه، والحمد لله كانت سوالفنا اكثر عن الجنه من سوالفنا عن النار. وان شاء الله ان هالشيء يعني يلطف قلوبنا ويحببها ويصبرنا على ان احنا نمسك نفسنا يعني من الافعال الغلط، لان في اشياء وعدنا فيها ربنا في مكافأة الجنه، واللي سولفنا فيه يمكن يعتبر قليل طبعا من اللي موجود. يعني احنا ما نقدر نوصف الجنه اصلا، هي مثل ما قالت ان ما حد يقدر يتخيلها اصلا. نعم. فاحنا بس نقربها بالكلمات. فيعطيكم العافيه ومشكورين على متابعتكم. وان شاء الله بصراحه ما في فكره ان البرنامج هذا يكمل ولا ما يكمل، ولكن طول ما الشيء فيه خير وفيه فايده احنا الله يعلم ان احنا نسعى له، واحنا نتعلم منكم في النهايه متابعين. ودائما اكتبوا لنا تحت في الكومنتات اراءكم، ولا تنسون هاشتاج دين وطين في تويتر. ودنا انكم تشاركونا يعني مقترحاتكم لمواسم قادمه ان شاء الله.
ابو خالد في هالمشوار الحلو معاك في هال4 حلقات. طبعا انا عشت معاك اكثر من مشوار واحلاهم مشاوير السفر. والله يعلم ان مشواري معاك في البرنامج هذا ينافس مشواري معاك في السفر، نفس الحلاوه والتاثير اقوى الحمد لله. واللي صار في بالنا سويناه يا جماعه، مثل ما قلنا لكم الفكره كانت كلها ان سوالف ابو خالد الطيبه اللي كانت تنقال بين الشباب نبي ننقلها في هذه القناه الطيبه ان شاء الله اللي هي قناتكم. فابي منك كلمه اخيره يا ابو خالد. كلمة أخيرة، يعني أنا لو سألتني في الإعلام خلال السنوات اللي مضت كلها بما فيها كيف أصبحت، أرجى عمل عندي هذه الحلقات ال4. الحمد لله، أسأل الله بها الفردوس الأعلى. اللهم امين. اللهم والله والله العظيم. جزاك الله خير. أنا حبيت أشكرك إن الله جعلك سبب في هذا الانتشار للكلمة الطيبة. لا نريد من الناس حتى كلمة شكرا، نريد من الناس إنهم يأخذوا ولو كلمة لحياتهم ويستفيدوا منه. لعل الله عز وجل يكرمنا بالثواب والأجر ونكون احنا جزء من هذه الجنة. عبد الله الغافري من سكان الجنة، عبد الرحمن الحرمي من سكان الجنة. شنو الكلمة هذه؟ من سكان الجنة، اللي أعلى منطقة وأغلى منطقة وأثر منطقة بجوار من؟ بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. الله يكتبها لنا يا رب. الله يكتب أجرك يا أبو راشد، وإخواننا اللي ما قصروا معانا في صبرهم معانا بال7 ساعات وال8 ساعات لتصوير الحلقة. آمين آمين آمين. ويعطيكم العافية. ولا تنسون اضغطوا زر اللايك. ليش؟ لأن اليوتيوب كل ما زادت اللايكات كل ما خوارزميات اليوتيوب تطلع الفيديو هذا إلى ناس أكثر. ولا تنسون طبعا زر الاشتراك لأنه مهم جدا. ودوا عندكم في السناب وفي الانستا، ودوا في الواتساب الجروبات. الله يكتب أجرنا وأجركم إن شاء الله، ونشوفكم على خير يا رب.